انتم كلاعبين داخل المنتخب الاماراتي يعني بغض النظر على تعليمات المدرب يعني بيناتكم يعني شنو هو يعني النصائح اللي كتقدموا بعضياتكم قبل اجراء المباراه، وانكم كتعرفوا بعض اللاعبين المغاربه الذين يمارسون في الدوري الاماراتي، هل هذا سيشكل قوه بالنسبه للمغرب انه عنده لاعبين كيعرفوا الكره الاماراتيه؟ بالنسبه للمدرب كوتش، المنتخب الاماراتي بدا من بدايه البطوله بخط تصاعدي حتى شفنا المستوى ضد المنتخب الجزائري. هل تعتقدون ان وصولكم الى ركلات الترجيح مع الجزائر ولعبكم 120 دقيقه وان المغرب يعني ارتاح 24 ساعه اضافيه سيشكل لكم على مستوى المخزون البدني للعناصر الاماراتيه التي بذلت مجهود خلال هذه المباراه ضد الجزائر؟ وشكرا. احنا كلاعبين في المنتخب الامارات يعني كنا نريد اداء قلب واحد نقدم كل ما عندنا في هذه البطوله، ندخل المباراه بقتال وروح، هذا اللي يميزنا. بالعكس المنتخبين يكون لاعبين على مستوى عالي، كذلك منتخب المغرب يمكن في لعيبه يلعبون في الدوري الاماراتي وعارفينهم وهم عارفيننا، ونتمنى التوفيق للمنتخبين، لكن بالنهايه فريق واحد هو يصعد، المنتخب يصعد، لكن ان شاء الله تكون من نصيبنا ان شاء الله. When you have one day more, for sure is a big and important advantage, special because now we play every 3 days, then as much that you go up in competition start to be more difficult, and one day is a huge advantage. Of course, playing the extra time was very difficult for us. We have some players that they cannot continue, we have to make changes. But this we make because, if you ask me, it was a big and huge mistake from the referees. Because in the 94 minutes or 95 minutes, we have a penalty clear that they should give from the VAR. When we play the qualification from less than this, we receive a penalty against Iraq.